وسهلا بحضراتكم حلقه جديده من برنامج مصر المستقبل. مصر المستقبل بنركز فيه على المشاريع وعلى الافكار وعلى المبادرات اللي كلها بتهدف لتحقيق التنميه المستدامه. وفي حلقه النهارده احنا مش هنتكلم على فكره واحده، لكن هنتكلم على عده افكار قابله للتطبيق وبالفعل دخلت في حيز الشراكه مع بعض الجهات اللي موجوده طبعا في الدوله. بيسعدنا في حلقه النهارده استضافه الدكتور محمد سعيد درويش، وهو استاذ مساعد بكليه هندسه الحاسبات بجامعه الأهلية، وهو حاصل على جائزة أفضل فصل فني على مستوى أوروبا وإفريقيا والشرق الأوسط لعام 2023 عن ابتكار مشروع تطبيق ذكي تفاعلي لإدارة المتاحف والمؤسسات الثقافية. أيضا دكتور محمد هو عضو رئيسي في منظمة مهندسي الكهرباء والإلكترونيات، وهو رئيس مجموعة المهندسين الشباب المحترفين IEEE فرع مصر. أهلا وسهلا بحضرتك دكتور محمد. يعني احنا بنبقى سعداء لما بنتكلم على فكرة واحدة، لكن حضرتك النهارده هتكلمنا على 3 أفكار هي كانت مشاريع قابلة للتطبيق، وبالفعل حضرتك ذكرت انه بدأت شراكات مع جهات حكومية لتنفيذها. فطبعا في الاول بس احنا حابين ان احنا نعرف المشاهدين اكتر بحضرتك والمجال اوف انترست او المجال اللي حضرتك مهتم بيه اكتر في مجال الابحاث. شكرا لحضرتك استاذ يارا، اتشرفت ان انا موجود مع حضرتك النهارده. يعني انا باختصار تخصصي الدقيق وابحاثي كلها في المجال بتاع ازاي نستخدم تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي او الارتفيشال انتليجنس في ان احنا نطبقها على تطبيقات مختلفه. التطبيقات ديت احنا بنحاول بشكل كبير ان هي تبقى حاجات فعلا تقدر تبقى قابله للتنفيذ. في عندنا جانب بحثي مهم، بس الاهم هو الجانب التطبيقي. وبنهتم اكتر بالشراكات مع الجهات الحكوميه او الجهات الخاصه. يعني كل المشاريع بتاعتنا الحمد لله قدرنا ان احنا نعمل لها شراكات، وقدرنا فعلا ان احنا في حاجات فيها دلوقتي بقت قابله للتنفيذ وقربت تنزل للسوق يعني. وفي حاجات لسه بنحاول مع الجهات ان احنا نمضي زي اتفاقيه او شراكه ان احنا يبقى المنتج ده او البرودكت ده يبقى ما بيننا وما بينهم. تمام، خلينا نبدا من التطبيق اللي حضرتك بالفعل حصلت عليه على جايزه، وفي نفس الوقت دخلت في شراكه مع متحف الحضاره، مظبوط؟ هو تطبيق ذكي تفاعلي خاص بالمتاحف. وانه هو مش بس المتاحف لكن كمان ممكن المؤسسات الثقافيه تستفيد منه، فاحنا حابين ان احنا نتكلم اكتر على هذا التطبيق. هيعمل ايه؟ يمكن الفكره جات لنا، يعني انا حد موجود في مصر. مصر بلد فيها اثار كتيره جدا، تلت اثار العالم موجود في مصر. عندنا 7000 سنه حضاره، فاحنا كل ده الاجيال اللي طالعه دلوقتي هي مش مستفيده بيه خالص. ناس كتير ما بتحبش انها تروح المتحف او تتفرج او كده، رغم ان الدوله ليها جهد واضح في ان هي كل فتره تفتح لنا متحف جديد ومكان جديد يكون كويس جدا. فمن هنا جت الفكره. هو ايه اللي بيشد الناس دلوقتي؟ اللي بيشد الناس دلوقتي هي الموبايل جيمز، الالعاب والذكاء الاصطناعي. فايه رايك حضرتك لو دخلنا الاثنين دول في بعض في موبايل ابلكيشن، حضرتك تنزليه من على الستور عادي، وتبداي تفتحي الابلكيشن ده فيفتح الكاميرا بتاعه الموبايل. فلو حضرتك قدام اي تمثال ممكن تصوريه، هو يجيب لك التمثال ده هو تاريخ ايه وتفاصيل اكتر ومعلومات عنه. ولو حضرتك حابه تعرف عنه اكتر ممكن يديك لينك مثلا على اي صفحه من صفحات وزاره السياحه والاثار. طب هل هو واقف على كده وبس؟ لا، احنا عندنا مشكله اكبر، ان احنا في ناس كتير بتزيف التاريخ. فاحنا محتاجين نوثق الفترات اللي في بدايه التاريخ، وتحديدا فتره ما قبل التاريخ اللي هو قبل احمس، والفتره اللي هي محدش تقريبا يعرف عنها حاجه. والفتره دي هي اهم ليه؟ لان هي دي اللي المصري القديم اتعلم فيها كل الحاجات، اتعلم فيها الزراعه والصيد وكل الحاجات اللي احنا شايفين دلوقتي انها عاديه جدا. فبدانا نقول طب احنا ممكن بالتعاون بقى مع دكاتره ومهندسين وفنيين في متحف الحضاره ومع دكتور احمد غنيم، بدانا نقول طب احنا عايزين نوثق الفتره دي ونعملها زي لعبه. اللعبه ديت بقى ليها جرافيكس، بقى ليها شخصيات، بقى ليها زي مهمات فيها ليفلز مختلفة. حضرتك لما تعدي المرحلة دي تخش على الليفل اللي بعده، تتعلمي حاجة فتخش على الليفل اللي بعده. وفي فترة ممكن حد، هي مش بس أب ترفيهية لكن هي تعليمية بالظبط. يعني هو البروجكت تحت او المشروع تحت مسمى السيريس جيم او الالعاب الجادة، اللي هو تعرفها هو ترفيه بهدف التعليم. هو موجه لأي سن؟ احنا بنتكلم من اول مثلا 3 سنين لحد ناس عندها 70 و80 سنه. يعني مش محدده الفئه عمريه معينه. لا خالص. هي الفكره كلها ان احنا يعني بنحاول نقدم فعلا الموضوع في الشكل اللي الجيل دلوقتي بيتقبله. لو احنا جينا وقعدنا نتكلم معاهم ومحدش هيسمع لنا بشكل كبير. الوسائل التقليديه ما بقتش مغريه كفايه، فهم محتاجين ان احنا نستخدم الوسائل الجديده والتكنولوجيا الجديده ونقدم لهم المسج اللي احنا عايزين ان احنا نقدمها. حضرتك قلت انه ده بالفعل خلاص الابلكيشن موجود. يعني احنا خلاص ممكن يعني حد يعملها داونلود.
لسه ما وصلناش المرحله دي، لان زي ما حضرتك عارفه اكيد الموضوع محتاج شويه تحسينات وتعديلات وكده. فاحنا خلصنا خلاص اول مرحله، اللي هو احنا عندنا الجيم دي فيها 10 ليفلز مختلفين او 10 مستويات مختلفه. الجزء بتاع الاي اي او التعلم الاله شغال مظبوط، ما فيهوش اي مشكله. احنا دلوقتي بقى ازاي نمرج الاثنين او ندخل الاثنين مع بعض وننزل الابلكيشن، فده قريبا جدا يعني خلال الشهور اللي جايه. واعتقد انه كمان يعني بما ان هي هتبقى ابلكيشن، فده معناه انه اي حد خارج مصر كمان بالزبط. ممكن يستفيد بالزبط. بيها. احنا ممكن ننشر الثقافه المصريه بالزبط. هو ده الهدف يعني بره. يعني دي طريقه ذكيه بالظبط، فان احنا ننشر اكتر. احنا مش محتاجين الناس، وهي اكشلي هتشجع الناس ان هي تيجي، لكن احنا في الاول بنستخدم التكنولوجيا عشان نوصل لاكبر قدر ممكن بالزبط. من الناس. وهنا الاطفال هي ممكن حتى تشجع اهلها والسن الصغير ان هو عاوز يخرج ويروح المتحف. بالظبط. فيعني شكرا جدا للفكره دي، ليها اكتر من بعد. واعتقد مش بس انه يعني هي ممكن تستخدم لنشر ثقافات مختلفة. يعني مصر احنا عارفين ان هي مرت بمراحل مختلفة، فاحنا مش لازم هنا التركيز مش بس على الحضارة الفرعونية، لا خالص، يعني على حضارات مختلفة. يعني مشروع تاني حضرتك ذكرته هو النظام قائم على الواقع المعزز، هو augmented reality تحت الماء لاكتشاف وتصنيف الحياة البحرية للغواصين والسائحين. فاحنا لو ممكن كمان نتكلم على هل هو هيبقى ابلكيشن ولا هيبقى هو يعني بشكل مختصر هو النموذج ده برضو قائم على الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة. احنا برضو عندنا مشكلة تانية في مصر، ان احنا عندنا البحر الأحمر ده من أهم المعالم السياحية اللي موجودة على مستوى العالم. الأسماك اللي موجودة تحت المية في البحر الأحمر مش موجودة في أي حتة. مش بس الأسماك، هي شعاب مرجانية وفي حياة برية تحت أو حياة مائية تحت المية. فالناس لما بتفكر تعمل دايفنج لما تروح شرم الشيخ او الغردقه او كده، هو ما بيلحقش يستمتع باي حاجه. يعني هو بينزل مع الكابتن بينزل بس بيخليه يتحرك حركتين ويطلع، بس هو مش قادر يعرف ممكن نقول الكنوز اللي موجوده. بالظبط. فهو ما حدش تحت بيقول له ان ده كذا وده كذا وده كذا. فاحنا فكرنا ان احنا نعمل النضاره دي، او هي عدسه هتبقى موجوده على النضاره بتاعه الدايفنج. النضاره دي كل فكرتها ان هيبقى راكب فيها الكاميرا دي كل ما حضرتك بتبصي على اي حاجه هي بتلقط صوره ليها. الصوره دي بتخش على الموديل اللي احنا عاملينه او على الذكاء الاصطناعي اللي احنا شغالين عليه. هتقدر تتعرف على العناصر المختلفه، ان دي سمكه، ان دي شعبه مرجانيه، ان ده كذا، ان ده كذا. وبعد كده تبدا تقول له ان في ويندو صغيره كده جنب السمكه او الاوبجكت اللي هو عمل له تعرف، يعني هيبدا يطلع له شويه معلومات بسيطه. سؤال، ده كله هو تحت الميه؟ بالظبط. يعني كانه بياخد تور تحت الميه بمعلومات. بالظبط. طب معلش ممكن تحطنا في الصوره اكتر ان احنا نتخيلها؟ حد بيعمل سنوركلينج او دايفنج تحت، تمام، بيغوص، هو لابس اوريدي الجلاس بتاعته او النضاره، وهي بتبقى عدسه مثبته في النضاره. بالظبط. هو شاف سمكه او شعب مرجانيه، ايه اللي بيحصل؟ هيظهر له على النضاره بقى بمبدا الاوجمانتد رياليتي او الفيرتشوال رياليتي، ان هو في بوكس كده او صندوق اتعمل على السمكه وقال له ان السمكه دي نوعها كذا، وفي بوكس صغير كده بيتفتح جنب الكلاس ده او السمكه دي، يقول له السمكه دي مثلا عمرها قد كده، هي من الفصيله الفلانيه، من الجيل الفلاني، المعلومات بقى المتعارف عليها في المجال بتاع الاسماك. لو دي شعبة مرجانية فدي اللي موجودة مثلا وحيدة في البحر الأحمر، فدي هي مثلا نادرة مثلا مش موجودة غير في هذا فهي الفكرة ان هو هيبقى مش بس بيعمل دايفنج، لا هو برضه بيتعلم شوية حاجات. الحاجات دي هو ممكن يكون ما حدش هيقولها له، ولما هيطلع بره هو بقى ناسي اصلا شكل السمكة عامل ازاي. هي دي هتبقى provided المعلومات دي بأي لغة؟ احنا حاليا انجليزي طبعا، لان برضه احنا عندنا مشكلة ان الذكاء الاصطناعي دايما بيشتغل على صور. الصور دي هي مش موجوده، يعني احنا بنحاول نجمع صور الاسماك اللي موجوده في البحر الاحمر. بنحاول نبص على الانترنت، بنحاول نبص على اي حد قبلنا اشتغل في الموضوع ده. كل البيانات اللي موجوده انجليزي، بس يعني طالما حد قال لنا ان البيانات دي مظبوطه هنقدر نحولها عربي دي نقطه. يعني الفكره انه عشان تتاكدوا من مصداقيه يعني بيحصل ده ازاي؟
احنا دايما بنحاول في كل المشروعات اللي قابله للتطبيق او هي تبقى دايما فكره بتخدم مشاكل الدوله وبتحاول تساعد قياده الدوله في ان هي تحل المشكله دي، بيبقى معانا الجهه المسؤوله عن المشكله. وفي الحاله دي وزاره السياحه بالظبط. فاحنا دلوقتي بنحاول نتواصل مع وزاره السياحه ان هو يبقى معانا حد هو اللي يقول لنا يا جماعه الصور دي موجوده فعلا في البحر الاحمر، البيانات دي مظبوطه، زي ما عملنا في المشروع الاول. نوثق الصور علشان المصادر بالزبط. تبقى متاكدين وما يبقاش فيه مسليدنج او بالزبط. حاجات يعني بالزبط. مش اكيده. صح. اعتقد ده كمان هيفتح الباب امام السياحه، هيشجعها بشكل كبير جدا، لانه هنا هيبقى في الغواص نفسه هيعتمد على نفسه. بالظبط. يعني مش محتاج هنا ان هو يعني مش هيحتاج ان هو يبقى فيه اللي هي الاوبستكلز او المشاكل ان هو لا هو هيعتمد على نفسه ويكتشف بالزبط. العالم تحت بالزبط. الماء. بالزبط. فكره رائعه ايضا. نظام الاي او تي للتنبؤ بمرحله الطوارئ، وهو بيعتمد على اجهزه قابله لمرضى يعني اجهزه قابله للارتداء لمرضى السكري. تمام. لو ممكن تشرح لنا اكتر الفكره وهي يعني تمام. معتمده على ايه؟ هنا برضو احنا بنحاول نحل مشكله بس في القطاع الصحي موجوده في مصر. مصر من اكتر الدول اللي فيها مرضى سكر، ودي مشكله مصر عايشه فيها. احنا حاولنا نحل الموضوع ده، فبدانا نقول هو مريض السكر هو مشكلته ايه؟ ان هو لو اكل فيه سكر، لو دخل في غيبوبه سكر، هو محدش هيبقى عارف عنه اي حاجه. في ناس للاسف بتتوفى في بيوتها ومحدش بيبقى عارف ان هي توفت بسبب ان هو دخل في كومه سكر او غيبوبه سكر. طيب فلو حضرتك معاكي الجهاز ده ممكن يكون في حجم عقلتين صباع بالظبط، يعني 2 سم في 2 سم. الجهاز ده فيه السنسورز او الحساسات اللي ممكن تبقى موجوده على جسم الانسان، وهي بتقرا نسبه الجلوكوز في الدم. وبناء على القيمه اللي بيقراها في كل مره هيحاول يقارنها بالقيمه اللي المفروض ما تعديهاش، فلو عدتها يبدا يبعت للدكتور او يبعت لحد من قرائب الشخص ده ان هو يقول له خلي بالك الراجل ده السكر بتاعه معدله ارتفع، فممكن يخش في نوبه سكر، فحاول انك تلحق. طيب فلحد هنا هي دي فكره عاديه خالص ما فيهاش اي ابتكار. الابتكار عندنا جاي من ان احنا عايزين نعمل الجهاز اللي 2 سم في 2 سم، ده مش موجود اصلا، ودي هتبقى اول حاجه تتعمل في مصر. الحاجه الثانيه ان احنا بنحاول نطبق ده برضو على ناس عندهم المشكله دي، والمشكله دي بتمثل لهم خطر اكبر بكتير من الناس الطبيعيه الا وهم الحوامل. ومن هنا يجي دور مستشفى النساء والتوليد في القصر العيني، احنا متعاونين معاهم في البروجكت ده بشكل كبير جدا، ويمكن يعني بنقابلهم بشكل متواصل كل تقريبا اسبوعين او كل شهر، عشان برضو نضمن ان القرارات اللي احنا بناخدها الطبيه هل دي قرارات صح. احنا في الاخر مهندسين، فانا ممكن ما اكونش متابع قوي الجانب الطبي، فانا المهم عندي ان الجهاز شغال، بس هل الجهاز ده شغال بحاجه تحافظ على حياه الانسان؟ ممكن اكون انا مش اوير بالشكل ده بنسبه كبيره. فبدانا نقول طيب الجهاز ال 2 سم في 2 سم ده هو مش بس هيقرا القيمه الحاليه وخلاص، لا انا هخليه يقرا قرايه متكرره كل 5 دقائق مثلا. فكل 5 دقائق بناء عليه هيترسم لحاجه زي رسم القلب كده، رسمه بتعبر عن معدل الجلوكوز او ضغط الدم بتاعك على مدار مثلا 10 ساعات. فاحنا ممكن من خلال الشكل ده او من خلال المعدل الزياده والنقصان ده بالظبط الباترن ده، احنا ممكن من خلاله نقدر نقول ان الراجل ده بعد مثلا 10 دقائق هيخش في نوبه سكر. يعني بريدكشن هيكون في تنبؤ انه من خلال باترن معين احنا هنا بنتنبأ انه ممكن نوصل لليفل خطر. بالظبط. فاحنا التحدي بقى الاكبر ازاي نخلي ال 2 سم في 2 سم الجهاز ده يقيس كل 5 دقائق، وحضرتك ما تحتاجيش كل شويه ان انت تشيليه عشان يتشحن او تغير الباتري بتاعته، لان ده هيبقى برضه لود على المريض نفسه. والحاجه الثانيه ازاي نضمن ان هو هيتوقع ان الراجل ده هيجي له نوبه سكر بدري قوي. يعني ازاي نبقى قبل ربع ساعه، فلو هو بره في الشارع مثلا يلحق يروح،
او يروح لصيدليه او بالظبط. يتجه للمستشفى، أو يروح يعني المستشفى. يلحق بالظبط. بسرعه ان هو يتصرف عشان ما يبقاش في ساعتها ولا قدر الله يحصل مشكله اكبر. لا قدر الله. انتوا اوريدي اخدتوا الخطوات في ان انتوا بتنفذوا بالظبط. الجهاز ده؟ احنا اوريدي وصلتوا طلعنا لحد فين نموذج فيها؟ مبدئي من الجهاز، يعني اوريدي مطلعين الجهاز اللي قلت حضرتك عليه اللي هو فيه السنسورز اللي بتقيس 3 حاجات اكشلي، يعني ضغط الدم او الجلوكوز والتمبريتشر والهارت ريت. لان احنا برضو بناء على الميتنجز الكتيره مع القصر العيني قالوا لنا ان هم دول ال3 اللي بيأثروا على بعض، يعني لازم ابص على ال3 دول مع بعض، مش بس الجلوكوز زي الفيتالز او دي الحاجات الحيويه اللي لازم تتقاس في الجسم. فهو الجهاز بيديتكت ال3 دول، 3 مؤشرات دول. طيب امتى هيبقى جاهز؟ يعني احنا القصر العيني بيضغط علينا بشكل كبير جدا الصراحه ان هو يكون جاهز الشهر الجاي. فاحنا اوريدي معانا الجهاز، الموديل بتاع او النموذج بتاع الذكاء الاصطناعي هو ده اللي احنا بنحاول نعدل فيه دلوقتي. بعد كده هندي للقصر العيني حوالي 10 أجهزة من دول عليهم النموذج بتاع الذكاء الاصطناعي، هو هيجربه عنده ويطلع لنا بقى حالات حقيقية فعلا، ونحاول نتأكد هل الجهاز بتاعنا شغال مظبوط زي ما هم محتاجين وزي ما المرضى محتاجين. هل المريض هيطلع لي فيدباك ويقول لي لا الجهاز مثلا ممكن يكون حجمه ده أكبر. هتبقى كده مرحلة الاختبار، ممكن بالزبط. نقول ان هو علشان نعرف ان هو فعلا، لكن احنا مش محتاجين اي موافقات يعني. لا خالص، احنا اوريدي معانا كل الموافقات مع القصر العيني، وشغالين مع تيم كبير من القصر العيني يعني، وزي ما قلت حضرتك بنتابع معاهم بشكل دوري، لان في الاخر هو الهدف ان احنا نطلع حاجه الناس تستفيد بيها، يعني مش بس يبقى يعني ابحاث. حياه ناس كتير قوي يعني زي ما حضرتك بتقول، احنا يعني ممكن حد يبقى عنده ايمرجنسي انتوا بتلحقوه قبلها، فيعني ده خصوصا لو الحوامل، يعني زي ما قلت لحضرتك احنا بنتعاون مع القصر العيني مع مستشفى النساء، فالحوامل عندهم ازمه كبيره، يعني هي مش بس هتضحي بجنينها، هي ممكن هي كمان لا قدر الله يحصل لها مشكله. فاحنا دلوقتي بنحاول نحافظ على اكبر قدر من الناس ان احنا نخليهم فعلا يقدروا يستمروا في الحياه. يعني احنا حابين ان احنا نستفيد طبعا يعني بحضرتك ووجودك معانا، في انه معانا اخر مشروع هنتكلم عليه وهو الحوسبه السحابيه القائمه على الذكاء الاصطناعي، وهنا هيحل مشكله المرور. فلو ممكن برضو بشكل بسيط ندي فكره عن هذا المشروع. ده كان مشروع احنا بدانا فيه من 2020، يعني بقالنا فيه 3 سنين دلوقتي. برضو المشكله اللي موجوده في كل العالم بقى، دي مش مشكله مصريه حصريه، يعني هي مشكله المرور. الناس دايما ما بتلتزمش بالحاره، الناس ما بتلتزمش بالاشارات، الناس ما بتلتزمش باي تعليمات، وبالتالي احنا بنحاول نقول احنا زي ما شركات كبيره بتحاول تعمل دلوقتي، الشركات دي بتفكر انها تعمل سياره ذاتيه القياده، ان حضرتك تبقي راكبه العربيه ومفيش اي سواق معاكي خالص وهي بتوصلك في المكان اللي انت عاوزاه. طب ده بيحصل ازاي؟ بيحصل ان العربيه بيبقى واصل فيها شويه سنسورز او حساسات كتير جدا، زي مثلا الباركينج سنسور اللي عندنا دلوقتي، بس في حاجات بقى في كل حته، يعني في حاجه في المرايات، في حاجه في وش العربيه، في جنبين العربيه او في ظهرها، وفي على سقف العربيه. الحساسات او السنسورز دي دورها انها بتجمع اكبر كميه معلومات اللي انا كسواق ببقى شايفها طول الوقت، انا ببص في المرايات وورايا وقدامي وكل حاجه. ازاي بقى كل المعلومات دي تتجمع تخش على نموذج برضو للذكاء الاصطناعي، هو يتعرف عليها ويحاول يقول للعربيه خلي بالك احنا لقينا في اشاره ستوب فانت اقفي، الاشاره دلوقتي حمراء فانت اقفي، في شخص بيعدي فهي اتعرفت ان ده شخص او دي قطه او حاجه هتعدي فتقف، او ان في النقط العاميه اللي على جنبين العربيه ان في حد معدي من جنبها فهي محتاجه انها تهدي شويه، او في حد جاي وراها فهي برضه هتوسع له الطريق، وازاي ان هي تقدر طول الوقت تكتشف الحاره بتاعتها فهي تبدا ملتزمه في الحاره بتاعتها وبالسرعه بتاعتها. فكل الحاجات دي هي دي اللي احنا المشروع قايم عليها. قدرنا ان احنا نعمل ده. التحدي اللي كان موجود هنا ان احنا برضو العربيه ما بتقدرش تسوق في كل الاوقات او في كل الظروف، فاحنا كنا بندور على المشاهد الصعبه، يعني لو في مطر العربيه تعمل ايه، لو الدنيا ضلمه العربيه تعمل ايه، لو ما فيش حاره مثلا زي طرق كتير موجوده في حوالين العالم معينه بالظبط هتعمل ايه، فهل هي تقدر تتوقع اللين ده بتفترضوا ما هو اصعب او اسوء بتشتغلوا عليه. فده كان الامباكت بتاع البروجكت، ان هو فعلا ما كانش على الحاجات السهله، وبالتالي احنا دلوقتي بنحاول برضو ان احنا ندخل في طور التنفيذ، بس لسه ما وصلناش فيه لحاجه، بس الموديل جاهز ان هو يتحط على عربيه فعلا ويشتغل. بنحاول نعمل ده بقى مع شركات كتير او مع اداره المرور نفسها، فان شاء الله يعني نتمنى خلال 23 يبقى لينا حظ ان احنا نطلعه تنفيذ. اكيد ان شاء الله. اعتقد ان شكل الحياه هيختلف كتير جدا مع كل يعني المشاريع اللي حضرتك ذكرتها. اعتقد انه في مشاكل كتير قوي هتتحل،
وفي ابواب كتير قوي هتفتح. فاحنا بنشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور محمد سعيد درويش، استاذ المساعد بكليه هندسه الحاسبات، والحاصل على جائزه افضل فصل فني على مستوى اوروبا وافريقيا والشرق الاوسط لعام 2023 عن مشروع حضرتك لتطبيق الذكاء التفاعلي لاداره المتاحف والمؤسسات الثقافيه. شكرا جزيلا. شكرا لحضرتك، كل التوفيق. شكرا جزيلا. شكرا لحضرتك.